مساء الخير عليكم جميعا. معانا النهارده ومشرفنا ومنورنا حكيم بورسعيد شرف ليا يا صاحبي. ومنورنا هون علشان نسأله كده سؤال محير الناس كلها. الناس كلها بتتكلم على موضوع العملة اللي هي ال 25 قرش. ما شاء الله أعلى ريتش في القناة عنده، عاملة ريتش جامد، والناس كلها بتسأل على العملة دي وبتدور عليها. احكي لنا بقى ايه تاريخها بقى العملة المميزة بتاعتك، بنك الحظ بتاعك اللي هو ال 25 قرش اللي هي فيها السكر. ال 25 قرش او بالشعب بتاعنا الربع جنيه المفروم. تمام. ما كانش اول عملة تتصك بالشكل ده ان هي تبقى مجوفة من جوه او مدورة دائرية من الداخل والخارج، لان اول عملة اتسكت كانت سنة 1917. كانت عملة ال5 مليم، كان ايام السلطان حسين، وال10 مليم برضه اتسكت بنفس المنظر. بس لما صكوا العملة دي في الوقت ده ما كانش بهدف بنفس الفتحة دي، بنفس الفتحة اللي هو الربع جنيه اللي احنا بنقول يعني عليه الشعب المخروم. يعني مش الربع جنيه المخروم بتاعنا ده هو أول عملة تتعمل بالمنظر ده؟ لا، كان ال5 مليم وال10 مليم، وكان وراها دوافع تانية خالص، لأن في الوقت ده كانت الحرب العالمية الأولى كانت لسه شغالة، وطبعا احنا كنا محتلين من انجلترا، فكانت الموانئ كلها واقفه. والفضه والذهب في الوقت ده يا جماعه كان في مشكله كبيره، لان احنا بنعتمد على مناجم الذهب في السودان وادغال افريقيا، والعملات كلها كانت ساعتها بتتعمل فضه يا ذهب. فضه يا ذهب يا نحاس، بس هو في الوقت ده كانت فضه. تمام. يعني العمله كانت مميزه. تمام. فطبعا لان المعدن كان قليل والاسعار كانت عاليه. على فكره الاسعار كانت في الوقت ده، اسعار البضايع والحاجات دي كانت كبيره جدا، وكان في تضخم والناس مش لاقيه شغل بسبب الحرب العالميه الاولى. فتوصلوا لفكره ان هم يصنعوا يصدروا ال5 مليم وال10 مليم مجوف من الداخل لهدف واحد، ان هم يوفروا في الفضه، يقلل من وزن العمله ويقلل من وزنها. تمام. كمان لان يعني ما كانتش معموله علشان شكل جمالي او حاجه، لا، كان تقليل من الوزن. وكان في حاجه، لما كان بيعمل 5 مليم لازم العمله يبقى ثمنها 5 مليم، يعني بفضه 5 مليم، يعني شيء يوازي شيء، تتوزن تبقى بنفس قيمتها فلوس. القيمه فلوس. يعني الفضه قيمتها فلوس. يعني الجرام لو هو الجرام ب5 قروش يبقى ال5 قروش تتعمل بالجرام ب5 قروش. تمام. فتوصلوا في الوقت ده ان هم لازم يجوفوها من الداخل، لان زي ما انا قلت الحرب كانت مشتعله. الموانئ المصريه كلها انجلترا كانت مسيطره عليها، والمانيا طبعا كانت داخله لنا عن طريق ليبيا، حدود ليبيا. فالوضع كان صعب، كان في تضخم، المعادن النافذه كلها اختفت من الاسواق، الناس كانت خايفه من الحرب في الوقت ده، فجوفوها من الداخل. لكن الربع جنيه الشعب بتاعنا ال 25 قرش اللي احنا بنسميه المخروم ما كانش اول عمله مجوفه من الداخل او دائريه من الداخل والخارج، لا بالعكس، من 100 سنه واكتر توصلوا للفكره دي، بس كان لاهداف تانية خالص. واحنا دلوقتي بقى قعدنا نتريق عليها بقى الربع جنيه المخروم، واحنا ما عادش معانا حاجه الا الربع جنيه المخروم فعلا. وقلبناها كوميديا المصريين الجميله. لكن هي الفكره في الوقت ده زي ما انا قلت كده، كانت فكره اقتصاديه بحته مش اكتر ولا اقل.